الحقيقة مكة والمدينة هي الأسس بالنسبة لكل سلطة في شبه الجزيرة، إنما الوهابية بقيت وما زالت الآن في أطوار، هي غير راضية عن نفسها وهي غير عارفة سبلها. الوهابية الحقيقة حركة ظهرت من نجد، وهي ليست أول حركة تظهر في تاريخ الإسلام من نجد، وهذه الحركة قامت ونجحت بناء على تحالف ما بين محمد بن عبد الوهاب والأسرة السعودية. كتب الكثير حول أصل الأسرة السعودية، وأخيرا بيّن المرحوم علامة شبه الجزيرة الشيخ حمد الجاسر أن الأسرة السعودية تنتسب إلى قبائل حنيفة من فرع الدروع. فهنا نقف. قبائل حنيفة الحقيقة منذ ظهور الإسلام حاولت أكثر من مرة أن تقوم بحركات استقلالية أو حركات فاعلة، وأول هذه الحركات هي حركة مسيلمة الكذاب، وأخفقت حركة الردة وأخفقت حركة مسيلمة. نعم. ثم كانت النجدات من الإباضي من الخوارج، وأيضا هم من قبائل حنيفة، ولم ينجح النجدات وقضي عليهم. إنما الآن في التاريخ الحديث نجحت الحركة التي قادها محمد بن عبد الوهاب وتحالف بها مع الأسرة السعودية التي تنتمي إلى حنيفة. إذا نحن الآن نتعامل مع حركة نجدية حنفية أو حنفية جديدة، لا أقول حنيفية، أن الحنيفية تعني شيئا آخر. إنما هذه الحركة عندما كانت محصورة في نجد لم تنجح ولم تكتب لها الديمومة، إنما عندما استولت على مكة والمدينة حققت لنفسها النجاح والديمومة. إنما نجاح هذه الحركة لا سيما في المرحلة التي مضى عليها قرابة القرن أو ما يزيد على القرن بقيادة الملك عبد العزيز أبو الملوك الحاليين. هنا ينبغي ألا نغفل الدور الإنجليزي، وأقصد بداية الكابتن شكسبير الذي ساعد الملك عبد العزيز في الرياض وقتل في الحرب ضد آل رشيد، وأخطر منه فيلبي الذي قال عن نفسه بأنه أسلم وصار اسمه عبد الله فيلبي. والحقيقة أن الدور الإنجليزي والمال الإنجليزي أو لأقول الذهب الإنجليزي كان له فضلا كبيرا على نجاح الملك عبد العزيز. هو بلا شك كان شخصية متميزة وكانت قدراته كبيرة جدا، إنما الفضل في البدايات وحتى الآن إلى السلطة، إلى الذهب الإنجليزي والمخابرات الإنجليزية. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية انقلب السعوديون للتحالف مع الولايات المتحدة، وحتى الآن
هذا التحالف قائم. ولا بد من أن أشير هنا أنه حتى حدوث الثورة الإسلامية في إيران كانت الولايات المتحدة تعتمد على دعامتين في الشرق الأوسط: الشاه في طهران والملك السعودي في شبه الجزيرة. وعندما زال الإمبراطور أو الشاه زاد الاعتماد على السعودية وعلى الملك السعودي. والحقيقة أن السعودية شغلت وما تزال تشغل أدوارا خطيرة جدا، وهذه الأدوار في غالب الأحيان موحى بها، إن لم أقل مأمور بها من CIA ومن السلطات الأمريكية. وما بعتقد حتى الآن جاء من يتمرد أو يقول للأمريكان لا.